مكملين معاكم في محتوانا اللي بنقدم فيه وبنتكلم فيه عن اللايف كوتش وازاي تفجر كل الطاقات اللي جواك عشان تسعى لحلمك وتكون ثابت على أرض الواقع، وطرق التواصل الروحي اللي اتكلمنا وخدنا من أول طرقها وهو أحلامك المنامية وازاي تفهم أحلامك المنامية. واتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي حتى تفسر ما بين الأحلام اللي ليها تفسير وتعرفها وتفكر فيها، والأحلام المنامية المفروض لما تشوفها وتصحى من النوم ما تركزش فيها ولا تشغل بالك بيها. هنكمل معاكم النهاردة بالتحديد في الأحلام المنامية اللي ليها تفسير. عشان تعرف حلمك المنامي إنه له تفسير وفيه رسالة ليك ولا لأ، هذكر لك كم بند بسيط تعرف منهم لو اتذكر في حلمك إن الحلم ده صحيح، له تفسير، له رسالة ليك، وبالتالي اعرف معناه. أول نقطة في أحلامك المنامية الصحيحة هو إن يكون حلمك المنامي بعيد عما يشغل بالك في الوقت الحالي. يعني ما يكونش حلم عقل باطن. يعني ما ينفعش تقول وانت بتدور على عمل او وظيفة وبتمضي كل يوم ابليكيشن في شركة معينة ان عندك حلم عن انك دخلت شركة معينة. ايه تفسير الحلم ده؟ طبعا ملوش تفسير لانه تفريغ لعقلك الباطن. يعني ببساطة يكون اول بند في معنى حلمك انه حلم اخترق حياتك. رقم 2، انه يتوفر فيه احد ثوابت تفسير الاحلام، زي مثلا الاماكن المقدسة. يعني رؤيتك للكعبة في المنام، رؤيتك للمسجد الحرام، رؤيتك للمسجد الاقصى، مش معناه تفسيره حرفيا ايه معنى المسجد الاقصى او ايه معنى رؤية الكعبة، ولكن ده دليل على صحة حلمك. يعني رؤية المكان المقدس في حلمك دليل على صحة الحلم، وبالتالي الحلم له تفسير وله رسالة ليك. رقم 3 من توافر ثوابت تفسير الأحلام في حلمك عشان تعرف إن حلمك صحيح إنه يتوفر فيه رؤية الحيوانات. يعني أول ما يظهر معاك حيوانات في حلم، وبالتحديد القطط، الكلاب، الحيات، العقارب، التعبان، اعرف إن حلمك مش هباء، مش حلم هزار أو حلم يخوف وخلاص، ولكن حلم صحيح له رسالة ليك. وهنعرف بعد كده بالتحديد رؤية الحيوانات معناها إيه في المنام. من ثوابت تفسير الأحلام أيضا لو ظهرت في حلمك معناها أن الحلم صحيح وله رسالة ليك، هو رؤيتك للأطعمة التي لا تدنس، زي زيت الزيتون، زي التمر، زي العسل الأبيض. دي كلها بعض البنود اللي لو توفرت في أحلامك المنامية يبقى الحلم صحيح له تفسير. يعني مش بالبديهي انك لو شفت والدك او والدتك في المنام يبقى اذا الحلم صحيح، مش عشان حضرتك شفتي زوجك في المنام يبقى الحلم صحيح. بالعكس، ممكن رؤية الكلب وهو بيجري وراك في المنام، او رؤية القطة وهي بتخربشك، او رؤية التعابين وهي محيطة بيك، هو ده فعلا بجد الحلم المنامي الصحيح اللي له رسالة ليك. وهنحدد نقطة معينة وهي إن رؤيتك للحيوانات في أحلامك المنامية دليل على وجود إصابة روحية عندك، زي حسد أو مس أو سحر. دي كلها اسمها الإصابات الروحية اللي بيبقى مقتضاها وتفسيرها في أحلامك المنامية بيكمن برؤية الحيوانات المحيطة بيك في المنام. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنوضح بالتفسير الأكتر بعض الأحلام المنامية الشائعة ومدى تفسيرها وإيه هي الرسالة اللي بتيجي من وراها، ونعرف أكتر وأكتر إزاي نفهم ونفسر أحلامنا المنامية اللي بنشوفها.